ياسر القحطاني أحد أبرز نجوم نادي الهلال على مستوى عامين أو تزيد يتعرض لإساءات كثيرة من قبل الجماهير الأطراف الأخرى. حتى الآن لا يسمع بوجود عقوبة بجانب أو لسبب هذه الإساءات التي تذكر عبر مدرجات بعض الجماهير. سمو الأمير، هل تعتقد أنه حينما لا يظهر قرار ضد هذه الإساءات أنه ربما يعود الأمر أيضا إلى فشل في جزء من جانب الإدارة لأنها لم تعرف أن تدافع عن لاعبها؟ والله شوف، احنا دافعنا عنه علنا وكتابة وما بقى شيء ما سوينا، يعني ما بقى أحد مننا ما طلع وقال هالجزئية عن ياسر. اللي أساءني الحقيقة لما ذهبنا لبعض الدول المجاورة في مباريات آسيوية وجدنا نفس العبارات تتردد هناك، يعني جمهورنا صدرها حتى للجمهور الخليجي. هذا أساءنا كثير الحقيقة. أنا اللي أحذر منه الحقيقة، إذا لم يتم عقوبات رادعة لمثل هذه الألفاظ سيتطور الأمر جماهيريا لألفاظ أخرى. الجمهور لما يتكلم كله واحد، تعرف الجمهور متحمس، فأنا أخشى أنه يتطور الحقيقة الأمر على مستوى جماهير بألفاظ أسوأ وأفعال، يعني مو هو من الصالح الحقيقة ترك سواء ياسر أو غيره أي إهانة لأي لاعب لا تقبل يعني. فالحقيقة احنا قاعدين نشوفها تزيد ما تنقص ولم نجد رادع لها إلى الآن. ما الجديد في قضية خالد عزيز سمو الأمير؟ خالد عزيز الحقيقة استدعي في يوم سفرنا إلى الدوحة، فأرسلنا خطاب أنه اللاعب مسافر، استدعي بتاريخ آخر اللي هو تاريخ إجازة اللاعبين، وكان أيضا خارج المملكة فتمتع بإجازته، فلم يأتي استدعاء يعني إلى اللحظة هذه. أنا جاي من النادي الساعة اليوم الجمعة وجاي من النادي الساعة 8 وشوي، ما جاء أي خطاب استدعاء له. يمكن بكرة السبت يكون فيه خطاب. في لاعبين على مستوى المملكة، يعني حسين عبد الغني لما بقولها بصراحة، لما ترك الأهلي، هل وجدنا مشاكل بين الأهلي والاتحاد في المباريات؟ ذكرها ما حتلقى. من بعد ما ترك يعني مشاكل بسيطة تحدث في أي مباراة. هلال والنصر قبل لا يجي حسين عبد الغني ما كان فيه المشاكل اللي حصلت مثلا في المباراة الأخيرة. هو طبع حسين عبد الغني، يعني أنت لاحظ مشاكل اللي حصلت. هل ضرب من مرزوق العتيبي على الفاضي؟ يعني مثلا مرزوق العتيبي اختار حسين عبد الغني تحديدا وضربه. هل ضرب من حسن خليفة على الفاضي؟ يعني جاء تنقى حسين عبد الغني ليضربه. هل مشكلته مع أحمد الفريدي اللي حصلت وراحوا فيها لجنة الانضباط؟ هو لاعب أيضا، ما هو محمد الشلهوب مثلا، يعني أحمد عباس أيضا لما طرد في مباراة الكويت ومشاكله مع الحكم، لاعب طبعا كذا. أنا لا أنفي أنه قد يكون ذو أخلاق عالية خارج الملعب ورجل ممتاز، ولكن طبعا لما يدخل الملعب يختلف. يعني مو هو لاعب أو لاعبين على مستوى العالم زي ما قلت لك، زيدان وحركته الشهيرة يعني ما تحكم في أعصابه. مارادونا على أمور الأخلاقية وأمور اللي حصلت له وسجن وتهجم على صحفيين، لكن هل أحد يستطيع أنه يقول ما هو لاعب ممتاز؟ يعني هذا اللي أنا أقوله. رادوي يملك العديد من الميزات الفنية داخل الملعب والانضباطية داخل النادي، لكنه لا أحيانا ما يملك أعصابه زي اللاعبين اللي أنا ذكرت لك على مستوى محلي أو على مستوى دولي حتى. صدق سمو الأمير كلمكم وقال لكم أنه أنا أبغى أمشي عشان موضوع الاستفزاز اللي صاير وأنا لاعب مستهدف زي ما ظهر؟ لا غير صحيح، لا غير صحيح. يعني أنا لم يحدث معي، أنا شو شايفه كل يوم تقريبا بعد الحدث هذا ما فتح معي الموضوع. سيتم التجديد معه سمو الأمير؟ هو أصلا عقدها عندنا يعني للسنة الجاية. سيستمر إن شاء الله. يعني تعرف نهاية الموسم كل حادث حديث يعتمد، هل بيجينا مثلا عرض مغري، لم يأتي عرض، يعني لكل حادث حديث في نهاية الموسم إن شاء الله. على المستوى الشخصي، هل أغضبك حينما وصفت من أطراف أخرى بأنك صاحب مهمات صعبة خصوصا في قضية اللاعب كريستيان ويلهامسون فيما حدث في مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وأنك خرجت ونفيت هذا الأمر؟ لا، وزادوا عليها أن نحن نضلل كإدارة الهلال، يعني إعادتهم التضليل، وتحديدا رئيس نادي النصر. يعني رئيس نادي النصر طلع وقال أنه أنا نفيت قصة ويلهامسون في المطار مع إحدى القنوات الخليجية، مع برنامج أسبوعي في إحدى القنوات الخليجية. لما سئل أنه أنا لأنه استشهدوا فيني في حكاية أحمد، أنا طلعت وقلت اللي شفته. حتى أنا يعني لما ذكرت الشيء هذا أنا ما قلت أنه كلام الأمير فيصل غير صحيح، أنا قلت الأمير فيصل ما كان موجود وقد يكون اللي نقله غير صحيح. يعني لم أكذب مثلا سمو الأمير فيصل، أو أنا قلت اللي نقله قد يكون غير صحيح. وقال انه احنا نضلل، وفي نفس الوقت قال انه نواف بن سعد نفى ما حدث لويلهامسون في المطار. انا الان من برنامجكم اعلن انه اذا ثبت انه نواف بن سعد نفى ما حدث
لويلهامسون في المطار لن أعمل في المجال الرياضي إذا ثبت أنه أنا نفيت ما حدث لويلهامسون. في برنامج الجولة، أنت كنت تشتغل وقتها عبد الرحمن في الاي ار تي، زميلك رجل الله السلمي اللي الآن في القناة الرياضية كان وقتها هو المحاور لي في برنامج الجولة، ويستطيع أي مشاهد أي شخص عادي يدخل على جوجل ويكتب نواف بن سعد ورده عن أو مثلا كلامه عن قضية ويلهامسون في المطار، سيجد أنه نواف بن سعد أكد الموضوع لم ينفيه. أين التضليل يعني؟ أنا بشوف منه اللي يضلل في النهاية. سيجد أن نواف بن سعد رغم أنه مو هو اللي يخضع على رجل الأمن، اعتذر لرجل الأمن في الإعلام واعتذر له شخصيا. سيجد أنه الأمير عبد الرحمن أيضا في خلال برنامج أظنه مع بتال القوس في العربية قال أيضا اعتذر، وكان الأمير عبد الرحمن وقتها في أمريكا. سيجد أنه نواف بن سعد أكد أنه رجل الأمن عمل كل ما هو نظامي ولم يستقصد ويلهامسون في المطار والغلطة كانت غلطة ويلهامسون. سيجد أنه نواف بن سعد أقر بخطأ ويلهامسون وأقر أنه سيكون في عقوبة على ويلهامسون. وسيجد أني قلت أنه ويلهامسون بنفسه ذهب للمطار ليعتذر من رجل الأمن. إذا كل هالكلام نفي لحادثة ويلهامسون أجل وش التأكيد؟ فأين التضليل؟ فإذا أثبت أحد أني أنا نفيت قصة ويلهامسون، أنا أقول لك أترك الوسط الرياضي كله. فأرجو أنهم يثبتون أو على الأقل يتريثون قبل لا يقولون المعلومة، يتأكد من المعلومة وبعدين يقولها.